امر عجيب غريب يعني. فكيفاش هذاك، شكون هذا اللي يعطيه قلبه يمد الواحد يرمي له هكذا مليار ولا يرميها له هدايا؟ فكاين لغز يعني، كاين شيء في الموضوع ما راهوش. فهو غسيل اموال يعني، ما نروحوش بعيد، هو غسيل اموال. امر عجيب غريب يعني. حبيت برك نوضح انه مثلا اليوتيوب نعم المداخيل تاعو تروح تدخل لبنوك جزائريه، فالمصدر تاع الاموال تاعو معروف، ويدخل البنك الجزائري، والبنك الجزائري هو اللي يخلص صاحب الحساب. هذا اليوتيوب نظيف في التعامل تاعو. لكن تيك توك ما راهوش نظيف. تيك توك المسار تاع الاموال غريب يعني. تا وحده تطلع تقول كلام تاع العيب ولا تشطح ولا تدير حركات هكذا، يجي هذا الداعم ولا ما على باليش اللي ماناش عارفين شكون، وعلى اي اساس يرمي هذا الاموال، يرمي اموال يعني تصل الى الملايين في يوم واحد يعني. كاين اللي راه يدخل للتيك توك هذا من جوله او جولتين يضرب له مليار ولا يضرب له 500 مليون على حسب ما سمعت منهم. هذا ابو جمعه كان يضرب مبالغ خياليه على الواحد جايح يعني. انا قعدت واحد المره انا سمعت باللي قالوا خلص مليار ولا زوج ما على باليش، نسيت الحكايه، عندها عامين ولا عام. فقلت والله نشوف هذا الانسان اللي جاب مليار ولا ما على باليش في يوم واحد، ولا غير نشوفه. قعدت نشوف فيه انسان جايح يعني، انسان ماهوش ولا جمله مفيده في كلامه، انسان قاعد يجيب في البنات، يطيح في العيب، يدير في دي مانيير اللي ما تشرفش، ما تشرف حتى انسان وما تشرف حتى عائله. ف يعني امر عجيب غريب يعني. فكيفاش هذاك، شكون هذا اللي يعطيه قلبه يمد الواحد يرمي له هكذا مليار ولا يرميها له هدايا؟ فكاين لغز يعني، كاين شيء في الموضوع ما راهوش. فهو غسيل اموال يعني، ما نروحوش بعيد، هو غسيل اموال. الكثير منهم راهم يخدموا بهذه الطريقه يعني. تا واحد يمد محتوى نافع ولا محتوى مفيد ديني، ولا تلقى عنده نتايا عدد المشاهدين 50 مشاهد 40 مشاهد، مرة 3 مشاهدين. أنا مرة لقيت واحد يقرأ في القرآن الكريم عدد المشاهدين تاعو 3، عدد المشاهدين نتاعو 3. قراه هو حزب ولا حزبين وغلق اللايف تاعو، ولا غير تبعته وقعدت نتبع فيه. اللي يصنعوا المحتوى الوطني ولا الدفاعي عن الوطن تلقى ثاني عنده في أحسن الحالات يجيب 1000 مشاهد ولا 1500 مشاهد. ومن بعد كي تشوف حسب ما حكيت مع أصدقائي، كي تشوف الهدايا نقول له واش ما إذا خلصوك، يقول لي والله والو مصطفى، يقول لي والله غير. فالآن آن الأوان أنه الدولة تراقب هذا الماخور ولا هذا الحفرة هذه اللي يسموها تيك توك، واللي راه يتدخل في اموال خياليه. قلت لكم الاموال في تيك توك لما تدخل من الحساب تاع التيك توك لازم تفوت على عندنا هنا في الجزائر لازم تفوت على باي بال. وباي هو حساب ايضا افتراضي او بنك افتراضي يقوم ب تحويل الاموال الى عملات افتراضيه اللي كاينه منتشره بشكل بطاقات موجوده عند الكثير من الشباب. تدخل الاموال ثم ومن بعد يبداو يصرفوها. أنا والله ما نلوم إذا بدينا نحكو من الناحية الاقتصادية، أنا ما نلومش الشاب هذاك اللي راه يتقاضى أموال ولا يتلقى أموال، بقدر ما نلوم الدولة التي لم تقنن الموضوع. أنا ضد المنع، فكرة ممنوع 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 هذه أنا ضدها. لا دراهم مادام هذا الشاب راهو يدير في نشاط مليح، مانيش نحكي على ابو جمعه هذا وامثاله، لا ما نحكيش عليهم، انا نحكي على بشكل عام يعني. الشباب اللي راهم دايرين منصات ويتقاضاو منها اموال، كاين اللي يدير في رحلات، كاين اللي يدير في لاروسات تاع الطبخ، كاين كل واحد كيفاش راهو يقدم، هذو من حقهم انهم يتربحوا. فالدوله من المفروض تدير لهم مسار قانوني للاموال تاعهم. لما تدخل للباي بال، لما تخرج من الباي بال يا سيدي استحثونا بنوك جزائريه تستقبل هذه الأموال، نقطة إلى السطر يا سيدي. قال مثلا البنك الخارجي الجزائري ولا البنك الوطني ولا أي بنك من البنوك يكون معتمد في الجزائر يقوم بتلقي هذه الأموال عن طريق الباي بال. علاش ما نفتحوش على هذه الوسيلة يعني؟ بدل أنك تقول لي ذوك العملات الافتراضية أو العملات الافتراضية ممنوعة، راني معك، أنا نمشي معك. نعم اموال تدخل وتخرج لازم تكون فعلا، لازم تكون كاينه الرقابه نتاع الدوله على الاموال اللي تدخل وتخرج.
وتاثيرها على الاقتصاد. ولكن ما دام رانا حنا نتحدثوا على الاموال اللي تدخل مش اللي تخرج، راني نحكي على الاموال اللي راهي تدخل. علاش ما يكونش كاين بنك معتمد في الجزائر، بنك ولا اثنين ولا كل البنوك يفتحوا حسابات خاصه بصناع المحتوى هذون، تجي من الباي بال تتصب في الحسابات هذيك، الدوله تدي حقها وصانع المحتوى يدي حقه، وكفى الله المؤمنين شر القتال.